السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنعمل كمية بطاطس. معانا 80 كيلو بطاطس. يعني إزاي هنعمل الصلصة بتاعتها؟ هنعمل البطاطس دي البصلة، ودي الصلصة زي ما انتوا شفتوا في أول الفيديو. طب بطماطم الأول بنغليها في مية، بنسلقها وبعد كده نطلعها تبرد، وبعد كده نضربها في الخلاط ونعملها صلصة. زي ما انتوا شايفين دي البطاطس أهو، 80 كيلو أو 70 كيلو، شكارة كاملة 70 كيلو بطاطس بالظبط عشان نبقى صريح معاكم. الاول طبعا بنجيب البصلايه زي ما انت شفتوا، الاول بندبلها شويه ونخليها تصفر شويه معايا مع فصين توم، لان انا قلت لكم انا اساسي شغلي كله اي خضار بنعمل فيه التوم مضاد حيوي طبيعي. وزي ما انتم شايفين الطماطم بنضربها في الخلاط. كان معايا في حدود 10 كيلو طماطم و3 كيلو صلصه، لان طبعا دي كميه خضار كبير لازم تاخد لون، ما تنفعش يبقى ايه لونها خفيف، يعني صيصه بمعنى صح. احنا بنسميها في الشغل طبيخة قصايص، يعني لونه فاتح مش غامق كده ومش متسبك. أو زي ما انتوا شايفين اهوت. انا طبعا البصلايه في الوقت ده والتوم على النار، شويه سمنه وشويه زيت. حط لي بتاع 10 15 بصلايه كده او 20 بصلايه كمان، ما يزعلنيش لان دي بتزود كميه الخضار معايا كمان. معايا فلفل اسود، معايا ورق لورا مطحون، معايا حبهان مطحون. تمام. معايا ملح، ومعايا بهارات مشكله. يبقى بهارات مشكله زي ما انتم شايفين الصلصه اهي، بهارات مشكله، فلفل اسود، وكان معايا كزبره كمان ناعمه. تمام. طبعا ورق لورا مطحون جاي لي جاهز مطحون من كارفور، وحبهان برضو كان جاي لي مطحون. تمام. طبعا لا في بلح جوز الطيب ولا حاجه، ممكن سنه كمون على الخضار عادي. يعني معايا كمون، معايا فلفل اسود، معايا بهارات مشكله، اللهم صل على محمد، معايا ملح، معايا ورق لورا ناعم، معايا حبهان ناعم، ومعايا القرفه العيدان اللي هي التركي اللي هي السيجار. زي ما انتوا شايفين انا حاطط ال 10 كيلو طماطم ولا 3 كيلو صلصه، يبقوا 13 كيلو على 70. دي مش مجادير على فكره، بس انا طبعا من شغلي وخبرتي عارف ان ده هيديني لون معين في الخضار فانا بنعمله. زي ما انتوا شايفين انا حاططها على البصله والتومه وهنسيبها تتسبك تغلي شويه، هنزودها شويه ميه او شوربه عادي. طبعا انا معايا شوربه فراخ، معايا شوربه فراخ. بس زي ما انتوا شايفين انا مدي شويه ميه اهو. انا بنزود ميه 3 4 شفاشق ميه، اللي هو الكوز ده البلاستيك ده. وبنجيب طبعا بنقلبها عشان الطماطم تيجي في الميه ويبقى كله ياخد لون واحد. ممكن برضو يا جماعه نجيبوا لون صحي ونحطها عليه. تمام. او ممكن بابريكا تديني لون، وممكن حاجه كمان كويسه وحاجه طبيعيه ما فيهاش اي حاجه. انتوا عارفين الفلفل الرومي البلدي، الرومي البلدي اللي بنحشي بيه البدنجان وكده، المخلل، بنجيبوه نضربه في الخلاط خالص خالص ونحطه على الخضار ده. اولا بيديني لون احمر جدا، بيديني طعم خطير، جربوه والله العظيم ثلاثة وهتدعوا لي ان شاء الله. زي ما انتم شايفين بتتسبك، شايفين الرغاوي اللي في الجنب دي طول ما هي موجوده اعرف ان الخضار لسه ما تسبكش. كل ما تروح معايا اهو، شايفين الرغاوي دي اهو، دي في البدايه. كل ما تغلي معايا والرغاوي دي تروح تعرفوا ان الخضار بدا الصلصه بدات تتسبك. طول ما هي موجوده هي لسه ما اتسبكتش وما بقتش تقيله اهو. زي ما انتوا شايفين راحت من عندي خالص اهو. طب انا لو عندي 5 6 انواع خضار زي ما انتوا شايفين كده اهو، هنعمل كل صلصتي في حله واحده، ونجيب لي مثلا 3 حلل او 4 حلل حسب الخضار اللي عندي. يعني مثلا عندي فاصوليا وبسله ولوبي، وننقص في الثلاث حلل بمقدار بالنظر طبعا بالخبره. ندي مثلا دي شفشاجين ودي شفشاجين ودي شفشاجين مع الحله الاساسيه. تمام. اهو يعني عندي 3 4 نقسمهم على الاربع حلل وياخدوا غلوه، وبعد كده ننزل فيهم الخضار بتاعي ونزودهم ميه او شوربه ونسيبهم يغلوا براحتهم. ادي البطاطس اهوت 70 كيلو، كروانتين السلسين الكبار مقشرين ومحطوطين في ميه طبعا، لان انتوا عارفين هي كلها نشا، لو تعرضت للهواء من غير ميه بتسود. وطبعا خلي بالكم ان في بطاطس للطبيخ للخضار وفي بطاطس للتحمير. ايوه. وحتى لو انتوا عملتوا دي بدل دي ما بيبقاش لها طعم. بطاطس الخضار في الخضار بتبقى خطيره. زي ما انتم شايفين طبعا انا بنقسم كل حله بتاخد في حدود 35 كيلو، او دي تاخد 30، يعني زياده 5 كيلو هنا 2 كيلو هنا مش هتفرق معانا يعني. طبعا بنطلع بالشيال بتاع اللحمه ده البطاطس، نصفيها من الميه وننقصها برضو بالخبره، ندي دي واحده ودي واحده، الحله دي واحده والحله دي واحده. وبعد ما تاخد البطاطس نزود ميه بسيطه ونديها غلوه، بحيث ان انا ما نديش ميه زياده عن اللزوم. تمام. بحيث ايه الخضار بتاعي ما يبقاش خفيف.
لان في ناس بتحب الخضار التقيل المتسبك عشان تعرف تغمس بيه، وفي ناس في اماكن تانية بنروحها يحبوا الخضار في صلصته ميه خفيفه برضو عشان يعرفوا يغمسوا بيه، يحطوه على رز ولا حاجه. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، معلش برضو انا زي ما قلت لكم انا اللي كنت بنصور اهو، فانا المهم ان انا نوصل لحضراتكم المعلومه بما يرضي الله يعني، زي ما قلنا قبل كده اهو. تمام كده حلو خالص. هنزودها برضو ايه، ممكن شفشق ميه ولا اتنين زي دي كده، هتعوز واحد ميه او اتنين، بحيث ان هي ايه ما تنشفش معايا مع النار الشديده وتنزل النشا بتاعها تحت وتلزق مني في الارضيه وتشيط والناس تضحك عليها في الشغل. لازم عيني في وسط راسي. حاجه النار دي بالذات ساعه ما بتبدا تغلي بنهدي النار ونسيبها براحتها، ان شاء الله تقعد ساعتين ثلاثه طالما لسه بدري على الاكل. انا هنزود دلوقتي ميه طبعا اهو زي ما انتوا شايفين، ادي صلصه اهيت كمان وادي ميه اهو 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 بدأ يغلي معايا اهوت. طبعا كل الخضار ما يغلي كل ما ياخد لون وتبدأ تستوي معايا. طبعا البطاطس يا جماعة ما ننسوهاش تسوية كاملة عشان ما تنهريش، 3/4 تسوية، وبنطفي النار عليها في البخار والصهد بتاع النار والسخونية بتاعت الحلة الألمونيا وسخونية المكنة نفسها بتاعت النار اللي أنا طفيت عليها النار. الخضار بيستوي معايا 100 عشان لما نيجي نغرف ما نلاقيش الخضار راح مني معجنة والناس تضحك عليا، تحس ان انت بتغرف بلوزة. لازم كل حبات بطاطس بحبايتها زي ما قلنا، نص سوا او 3/4 سوا، عبال ما يجي وقت الغرف وكده الساعة ولا اتنين دول يكون الخضار استوى بقيته في الحلة لما تطفى عليه اهو زي ما انتوا شايفين اهو بنقلبوه. دلوقتي برضو هنشوفه هو استوى ولا لا معاكم. اللهم صل على محمد، بألف هنا وشفا، كل سنة وانتم طيبين. معلش الفيديوهات دي جايات متأخرة، كان معايا فيديوهات كتير والله وهي قلة فضاء أو بمعنى أصح هو كسل بس إن الواحد يمنتج وكده، فمعلش اعذرونا يا إخواتي. أهو بصوا شايفين كده السكينة جرت فيه خلاص، نطفي على طول عشان ما تنهريش زيادة عن كده بقى، كل سنة وانتم طيبين تنهري. أهو زي ما انتم شايفين النار هادت خالص أهو، دي طبعا ما كانتش لسه استوت شوية عشان كده كنت معلي عليها. ألف هنا وشفا. طبعا زي ما قلنا حتى لو في ورق لورا خشن يا جماعه صحيح عادي نحطوه وقت الغرف بنشيلوه، والجرفه العيدان نفس النظام بنشيلوها، بس الحبهان مش هتعرف تشيله لان كميه خضار، فعامه بنضربوه في الكبه وننعموه ونحطه منه بيدي طعم. وكده كده لو انتوا حطيتوا شوربه يعني ما تكتروش، نص شوربه ونص ميه، لان الشوربه كامله زي ما قلنا قبل كده بتخليه صايص ولونه فاتح زي ما انتم شايفين اهو. 300 جرام رز، 100 جرام لحم او ورك فرخ او صدر، و150 جرام خضار، دي للناس اللي عايزه تاكل عيش يعني وتعمل كميات كبيره، او في رمضان شركات او مصانع او موائد يعني طالبين منهم اكل فبيبقى 300 رز 150 خضار تمام، و100 لحمه او فراخ. كل سنه وانتم طيبين وعقبال كل مره، ويا رب نعجبكم ويا رب تدعموني دايما كده يا اخواتي وحبايبي. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله الفيديو الجاي